السلام عليكم. الزول اللون بورقاش رشيد، رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية، مديرية الخدمات الجامعية تيزي وزواصل. نحن اليوم 17 ديسمبر 2024، نحن الآن بمنطقة ثبورة العنصر بوغني تيزي وزو. نحن اليوم في تظاهرة 14 لتظاهرة المشي في الجبال، رياضة المشي في الجبال. كما تلاحظون اليوم هناك جو، يعني والله ساعدنا بزاف في الجو اليوم. كل مرتاح لهذه التظاهرة، من حيث سواء من حيث الإيواء، من حيث النقل، من حيث الإطعام، من حيث المشاركة. نشكر جميع القائمين، نشكر جميع الإطارات وجميع المؤطرين. الشكر موصول للجميع. Azul Felaoun, bonjour à tous. Moi c'est Transdinga, congolais. En fait, en ce moment, je suis en L2 télécommunications. Vraiment, je salue cette initiative du ministère de l'Enseignement supérieur de nous avoir permis de découvrir cet endroit magnifique et naturel. Je me nomme au nom de Massamba et je viens du Congo-Brazzaville. Donc c'est une belle découverte pour moi et ça m'aide aussi à apprendre encore plus sur l'environnement. Donc j'ai vraiment apprécié et j'espère encore découvrir plus. السلام عليكم، معكم محمد مجيب من وهران، étudiant à l'école nationale supérieure de l'innovation et de la technologie. كانت بروميير فوا تاعنا هنا في تيزي، انا ودي زامي زعما شغل عجبتنا بزاف. ما كناش نكسبكتو بلي كاع هكا شابه. ديجا جيت للجامع الكابيلي هنا فريمون ايمونس، شابه بزاف، بلاصه فوق تريح فيها، شابه لي جون تاني عاقلين، ناس ملاح. شكرا وميرسي على كاع اللي استقبلونا في لي سيتي. اسلام بوزيد، étudiant en quatrième année في l'école nationale polytechnique. بويرة. المكان بزاف شباب، بلاصة بزاف كالم، ديكوفري لا ناتور تاع بلادك. معكم أسامة بالقرماط من ولاية ميلا. تجربة حقا كانت رائعة. أنا محمد زهار، جاي من سيدي عبد الله الجزائر، من المدرسة الوطنية العليا لعلوم النانو والنانو تكنولوجيا القطب التكنولوجي سيدي عبد الله. نشكرها وفرت لنا هذا المجيء ونمشي في الجبال. مكان يحتوي على الراحة والطمأنينة، مكان يستحق أنك تتعب من أجله وتتسلق هذه الحجارة. وعجبنا الحال، استضيفونا في الإقامة. يعني ثاني نشكر مدينة تيزي وزو اللي استضيفتنا، ويعني كان كلش مليح، بارك الله فيهم والحمد لله وكثر خيركم بزاف. اصبر ساكي نازل اصبر.
الطالب عبد اللي فادي والطالب قواسي عبد الله من جامعة بريكة، المركز الجامعي بريكة بولاية بريكة المنتدبة. كانت مبادرة يعني جد مقبولة وجد ممتازة من طرف الجامعة المستضيفة، فلذلك ندعو يعني الناس اللي مهتمين بهذا المجال والناس اللي يعني عندها حب للمشي في الجبال انه توعي الناس، توعي الطلبة، توعي ابنائها على هذا الشيء. وان شاء الله مع الايام ومع الاعوام القادمة نشوفوا ان شاء الله نتيجة كبيرة. طالب عبد اللي فادي، طالب بالمركز الجامعي سي الحواس باركة. بداية أود تقديم تحية خالصة لكل من ساهم في هذه المبادرة، مبادرة تظاهرة في الطبعة 14 للمشي في الجبال بولاية تيزي وزو. شكر خاص للناس تيزي وزو على حسن الاستقبال والضيافة وعلى هذه الحفاوة. عقون سفيان، رئيس مصلحة النشاط الثقافي والرياضية بالمدرسة الوطنية عليا الري البوليدة. يعني هذه الطبعة هذه كانت لها يعني طابع خاص، يعني كانت جمعت مختلف يعني طلبة من جميع القطر الوطني يعني، وكانت مجالات التعارف بينهم واخذ يعني مختلف المعارف يعني. وحنا هذه الخرجه هذه راهي ما راهيش جديده علينا يعني. هذه المنطقه تاع بوغني يعني ثبوت العنصر، يعني منطقه غنيه يعني، راهي معروفه وراهي حظيره وطنيه محميه. مسؤول نشاطات على مستوى المدرسة العليا للأساتذة، وفي إطار بالأغواط في إطار تنظيم فعاليات المشي على الجبال المنظمة من طرف جامعة تيزي وزو. ما شاء الله مكان ممتاز، يعني مكان سياحي بأتم معنى الكلمة. وهذا ثاني خلينا نعرفوا جمالية ولاية تيزي وزو، جمالية ولاية الجزائر ككل. هذه راه الولاية تاعنا والدولة تاعنا لازم على الأقل نطلعوا على أغلب الأماكن السياحية اللي تكون بها إن شاء الله. وهذه فائدة حتى للطلبة في إطار تبادل بين الجامعات. سيداني محمد هشام، إداري من جامعة مغنية ولاية تلمسان،
جينا لهذه المظاهرة المشي على الجبال، الناس قاعد تضحك وتلعب، ما كانش بالبزاف كاع، طبيعة خلابة، بيزاج ما شاء الله. Je m'appelle Arcangela Grassa, je suis de la Guinée-Bissau. Et voilà, la sortie m'a plu, j'ai trop aimé. Moi je me nomme Transdinga, étudiant en L2 en télécommunication, je suis d'origine congolaise. Bon, je salue en fait l'initiative du ministère de l'Enseignement d'avoir organisé cette randonnée au niveau de cette montagne de Bougni. Vraiment, j'ai vraiment aimé, ce fut un plaisir pour moi de découvrir ces montagnes qui sont vraiment fascinantes et magnifiques. Vraiment, j'espère que l'année prochaine aussi j'aurai encore cette chance de venir ici. Moi, je me nomme au nom de Kulit Makei et je viens du Congo-Brazzaville et j'étudie en ST, je suis en 2e année à Bastos. Donc tout d'abord, je tiens à remercier ceux qui ont eu à organiser cet événement. Donc c'est un plaisir pour moi de découvrir tout ce que j'ai pu remarquer aujourd'hui, donc ces reliefs, ce paysage. Et j'espère que je pourrai encore découvrir plus. معكم طالب سعد الدين عز الدين وطالب فؤاد بن دريميع من جامعة محمد باشا الإبراهيمي. جينا اليوم في التظاهرة تاع اليوم لرياضة المشي في الجبال. المنطقة منطقة جميلة، منطقة نظيفة، أنصح بزيارتها، تعتبر كقطب سياحي في الجزائر. يعني على كل حال أول مرة نزور المنطقة هذه، وصافي بليزير تظاهرة هذه جمعت كل ولايات الوطن، يعني تعرفنا على بعض طلبة من كل ولايات. الطالب سلامة عبد الرقيب، طالب بالمدرسة العليا للأساتذة بورقلة. اليوم كنت هنا مشارك في التظاهرة الوطنية للمشي في الجبال في تيزي وزو بطبعتها 14. بالمناسبة كانت هذه التظاهرة في القمة، كان تأطير مميز جدا. نشكر جميع من أطر هذه التظاهرة. معكم هيثم إبراهيمي من ولاية باتنا، جامعة باتنا واحد الحاج الخضر. شكرا على الاستضافة، بلاصة جد جميلة، كانت رحلة ممتعة. احنا من المحظوظين اللي كانت لهم زيارة لهذه الولاية. نتمنى ان شاء الله تكون زيارات اكثر في الولاية هذه، لانها ولاية مضيافة، ولاية جميلة. السلام عليكم، انا بنقله فؤاد ومعايا ثاني صيفيه غلام الله، نقراو في المدرسه العليا تاع النانو في سيدي عبد الله، وزافتونا لهنا لتيزي وزو في هذه المبادره الجيده. صراحه عجبتني تيزيم، داك الطبيعه تاعها شابه بزاف، وحنا ثاني درنا مبادره نظفنا المكان معنا باش تبقى شابه اللي مورانا ان شاء الله يجيو يستكشفوها ثانيك، وندعو لكاع اللي يجيو هكا يستكشفوا الطبيعه ويستمتعوا. مرحبا بهم، بصح يخليو الدعوه نقيه موراهم.
معكم نور نبيل رئيس نادي ديونغ انرجيس من المركز الجامعي مغنيه ولايه تلمسان. كانت تظاهره ما شاء الله، وزدنا اكتشفنا باللي بلدنا قاره ماشي بلد. كان استقبال ما شاء الله. معكم رئيس وفد مديريه خدمات جمعيه الجزائر الوسط السيد معول مصطفى. ان شاء الله تمليلت من الخير، ان شاء الله هذه اللي تتصل لي زاكتيفيتي كي ملالن ان شاء الله تمليلت تسدوي ثور. معكم الانسه اقرور صبرينا، مكلفه بالنشاطات الثقافيه الرياضيه والعلميه للاقامه الجامعيه ذراع من خده تابعه لمديريه الخدمات الجامعيه تيزي وزو وسط. مشينا اليوم في اجواء جد رائعه، شاركوا معنا طالبات وطلبه. كانت طبعا رائعه، جو رائع وكان التنظيم محكم. استمتعنا نحن كموظفين. Bouaziz Lila, chef de service des activités culturelles au niveau Tamda. Je tiens à remercier infiniment appui كذي قدشنا في القضية شاكية أما دي بدو سقارون لا دو مدام بردوس إج مدام فاضلون. الحمد لله نجمعنا كل شيف سيرفيس أكوي كذي يعني لي بيرجمونا لي زاكتيفيتي أكوي لي ديريكتور كان داك فوس المعاونة إجي خدامين أد نبدوس جو خدام لاجون منوليا. والحمد لله يعني نشكر جميع العاملين على هذه التظاهرة التي جرت في أجواء يمكن أن نقول عائلية، لأن هناك توارث تاريخي وتبادل ثقافات بين جميع الولايات. لا روندوني بوساكي دي ضران الساكي لو 17 ديسمبر داكي دي بورت العنصر دونك تاع دي تغناتيني كرزن لي ديليغاسيون كي دي سان اساس نرتاج من تنقرنت بلوس لي زورغانيزاتور سي لو ريكتور اللي دو كل ريسبونسابل في القضيه شاكا سنين يعطيكم الصحه. دونك لو بيت برينسيبال لا روندوني كي ساعه الفايده مقرن اما يوكادي شوركن دونك دي تزواره دابور لي زيتود ديال سان فغند شويه سي لو ستريس دي زيتود. Donc, c'est pour se ressourcer pour la reprise après les congés. On aimerait bien la période la tutelle أولين كنا راي اختيارا لا بيريود نيدا نزمر دني لا روندوني ماذا بينا نكون يتصنر سيدا تيزي وزو كوم تيزي وزو il est riche en paysage. Donc, le Rachia Guidusan, donc, ils ont découvert quand même un très beau paysage. Ils ont aussi profité de la Nougadi de Wallan, la région du sud, où il y a des plantes, il y a donc la faune et la flore. Ils ont découvert quand même Atas al-Hawaïj. Il faut يقول الفائدة مقارنة دي روندوني. يعني الحمد لله جرت في أجواء جد رائعة مع هذا الجو البارد، يعني كانت زيارة موفقة. نتمنى أن تكون الطبعة 15 في أحسن من هذه الطبعة. نتمنى أنهم وفقهم الله أنهم جرت في أحسن ما يرام وأننا كنا في المستوى.